السلام عليكم. طور مستواي اتفرج على ليتشيس كوم. كده الماتيريال هنا موجود. دخلت على ليرن ستادي والكتاب المشهور جدا هو هاو تو تشيس. لو عملت سيرش هتلاقي فيه كتير. لو عملنا بيبولار في واحد هنا منزل التفاصيل بتاعتك. هو الكتاب بيتكلم اول جزئيه على حاجه اسمها بالانس. بالانس اللي هو انت ممكن يبقى معانا نفس الهيادي، يعني بص هنا الهيادي على اتجاه الملك، دول ثلاثه ودول ثلاثه، وهنا اثنين وهنا اثنين، هنا بيضاء وهنا نفس عدد البيانات. طيب ايه المشكله؟ المشكله ان انت عندك الابيض هنا واخد مساحه كويسه جدا. دي حاجه. الحاجه بقى الثانيه، انت عندك الرخام موجود، الرخام موجود، الوزير موجود والوزير موجود. الوزير هنا، الوزير ده لا عارف يروح هنا، عارف يروح هنا، عارف يروح هنا. سوري سوري. تمام. ولو جه هنا اديله دي في وشه على الفايل. تمام. لو جه هنا نفس الحكايه هديله دي في وشه وبعد كده فتحس الدنيا مخنوقه. طب تعالى بقى لده. ده هنا النايت ده باد، وحش جدا، سيء. ليه بقى؟ هيجي هنا خطته المستقبليه فين؟ يجي هنا عليه ارجعه تاني. طيب هنا بقى ده سيطر على تو دياجونالز جامدين جدا يعني. فانت عندك هنا الفيل ده سفاح زي ما بيقولوا كده، ماشي. والحصان ده يعني لان انت فكرتك الرئيسيه ايه هنا؟ هتسحب ده تعمل بطاريه تديله مات بقى. سوري يعني هنا. ولو حرك الحصان في اي حته هتديله مات. شوف كده الدنيا فين. يعني هنا مثلا احسن نقله تيجي تخيل الكمبيوتر مقترح عليك ان انت تحط النايت اكل. ماشي؟ فكر كده، لو عملت اي نقله، فكر كده مثلا تيجي هنا هتركب البطاريه، هتلاقيك برضو بتضحي. عكس كده انت كمان هتبقى حرام بيضاء نفس ايه المات. يقول لك ضحي بايه؟ برخ كمان، لان طبعا لو وقفت هنا يبقى في مات فوق. لو حملت المات هنا جات لك من ناحيه. طيب ضحي بقى ايه؟ يعني هو هنا ضحي تاكل، هاكل، ماشي هاكل انا كده معايا قيمتين زياده وهكسب الماتش. فده كان المثال الاولاني في ان انت دلوقتي هنا نفس عدد العساكر بس انت واخد مساحه، ماشي، مع فيل جبار ماسك ده، وفكره ان انت تسحبه وتعمل بطاريه. ماشي. الحصان ده وحش جدا، مفيش اي نقلات. ده كان اول كتاب يعني. الاكزامبل الثاني هو عكس الموضوع. الفيل ده رايح فين؟ ترجع هنا، هترجع هنا انت باصص لحيطه، هنا باصص لحيطه. لو رجعت هنا هتبقى باصص للبدأ بتاعي. الحصان هنا بقى مفيش، اولا مفيش بيدق يتزق عليه، مفيش حاجه ينفع اكسره فيها. خلاص. وفكرتي كلها ان انا هاجي بالرخ على الاوبن فايل واحطها هنا، اكتم على نفسه خالص. فاحنا مثلا لو حبينا نلعب مثلا ايه اللعب المتاح؟ اجي هنا هات لعب كده. احسن دي طبعا، دي احسن. جيت هنا لو حبيت تكسر هروح جاي جاوز. خلاص. طبعا انت شايف الافضليه بلس 12 يعني. هترجع تاني قدم الملك، تلاقي اللي قدامك اعملها. هتيجي هنا وبعدين يحمي، تحس الوزير جه هنا. طب كده تحس ان انت اي حاجه تعرف تعملها. جيت هنا بص، كل اللي انت عملته ويتنج موف هتلاقي الدنيا بتنهار واحده واحده. وقع بيت، رجع تاني، تعالى تاني. بص، يعني الكمبيوتر بيقول لك ضحي، بعدين كده خسران. هو انت هنا كاتم على نفسك، هو مش عارف يعمل اي حاجه. طيب تعال نشوف المثال اللي بعده. البدء السالك او المعزول. البدء السالك لو وصل لستة وانت كمان حامي مربع الترقيه بالفيل، ده خطير جدا. دي افضليه خمسه. تعالى كده نراجع الماتيريال سوا. ثلاث بيادق وهنا ثلاث بيادق، هنا بدائين وهنا بدأ واحد، وهنا طبيعتين وطبيعتين ووزير قصاد ونفس نفس اللون بتاع الفيله. يعني الاسود معاه بدأ زياده. اه. طب البدأ ده هو اللي هيكسبك الماتش؟ لا. تمام. الابيض البدأ بتاعه هو اللي هيكسبك. الاسود معاه بدأ زياده بس مش عارف تعمل حاجه. انت كده كده لو قدمته تعرف تكنترول عليه، ومش هتعرف ايه تحمي الخانه بتاعه الترقيه لان الفيل ده اسود. وده مربع الترقيه بتاعه ايه؟ ده مربع الترقيه بتاعه اسود، بس قدامه كام نقله حضرتك؟ اتنين وتبقى هنا واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، وكتير. طيب هنا بقى ايه احسن نقله؟ زق. اوكي. طيب لو وقفت طبعا بلندر. اوكي.
طبعا اللي جاي في الكتاب. هتاكل، هياكل، خلاص. هتيجي هنا بالوزير، هيرجع. يا باشا اتفضل. طبعا لو كل تاكل. ماشي. لو جه يحمي تكش رقي. المهم يعني خلينا في التفريعه الاساسيه. هنا كلنا، جيت هنا رجع، قلت له هنا مشي هنا كده حامل فخ. هتاكل دي، تاكل الوزير بكش، هياكل، هتربطه وخلاص. ومعاك افضليه 96 اي بلس 96. خلاص كده كده الماتش يغني زي ما. خلاص كده كده الماتش ده بتاعك. طيب هنحاول نعرض لكم كام اكزامبل برضه كده، بحيث برضه ان ايه الموضوع ما يطولش معاك. انت ازاي تفكر هنا دلوقتي؟ هنا عامل اللي هو اليكاينز جان تقريبا، اللي هو مدفع اللي انت بتحط الطبيعتين وراهم الوزن. حلو. انت بتضغط على ده. طب ما ده انت ضغط عليه بثلاثه، وهو حامي برضه بكام؟ ثلاثه. بس انا ممكن اخلي له ايه؟ ينضم. خلي الحصان ينضم. ساعتها هتبقى الموضوع كبير. يعني دلوقتي هنا ايه احسن نقله؟ هات، هيرجع يحمي، هات تاني. تمام. تبص كده هات وهات. هو هنا ساعتها في لعب دي، خلاص اديله دي للهوا. خلاص هو هياكل، تاكل بالفيل. خلاص اي حاجه تاني. خلاص كده 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 البدأ هيقع. ما يقدرش ياكل لان انت فخ في فخ في فخ. تمام. ماشي. يبقى انت كسبت ماتيريال، وبعد كده مات في 3 نقلات، يعني كده مات في 12 بغض النظر. فالموضوع كبير. طيب هنا مثلا ده لو احنا كلنا دي على طول. ماشي. رجع هنا. خلاص واحده واحده كده هتلاقيه برضو بيضحي، لان ضغط عليه ضغط جامد يعني. طبعا انت هنا رابط. ما علينا. الاكزامبل اللي بعده. هنا انت عندك الابيض واخد مساحه كبيره جدا، والاسود متكربس كله ورا. تبص هتلاقي الافضليه 4 3 من 10. البادئ كلها موجوده، والقطع كلها تقريبا موجودين. كل حاجه موجوده. الفرق هنا في الايه؟ في المساحه. الفرق هنا في المساحه بس كده. يعني انت دلوقتي ايه يعني؟ العب. ها. الاسود هيلعب يعمل ايه؟ ماشي. ها. يكتم على نفسه. وبعدين خلينا كاتمين على نفسه. كده هنحاول نفتح حاجه. تمام. كده خالص. واحده واحده كده هتلاقي تطور. وهنا محددين مات ولا حاجه، بس هو هتضحي قطعتين رخ. جه هنا واحده واحده بقى نبتدي. المهم انت كاتم على نفسك، مفيش اي حاجه خالص. طيب يبقى الامبالانس ده فكرتنا فيه ده. شوف الافضليه اللي انت ممكن. لو بصيت على الوهله الاولى ما فيهوش حاجه. طبيعتين موجودين. العدد العساكر 3 على 2، 4 على 3، نفس عدد. طب الابيض معاه افضليه ليه؟ ممكن تنتش. طب السؤال بقى قبل ما تنتش، هل الفيل ده هيرجع ولا لا؟ طيب هو طبعا في ناس تقول لك ما تبقاش طماع، بس هنا الطمع شغال. ليه؟ انا اكلت. ايه الافكار اللي عند حضرتك؟ بسه مفيش حبسه. ايه هدي لك كش. لو حتى قفلت هروح جاي واخد بدأ كمان. طيب دلوقتي كلت، هو راح جاي موسع، ما بقاش فيه كش، اعرف احبسه. تمام. خدت البدأ ورجعت. طيب هنا طبعا عملت لك شويه تفريعات ثانيه. التفريعه دي كش وهاخد بدأ كمان. طيب لو جه هنا قلت لك كش، خش جوه. خلاص. طبعا في حاجات كتير انت ممكن تقول له هات الوزير الاول، توسع. المهم برضه يبقى معاك افضليه وبالهنا والشفا. طيب جايب لك ماتش كده، او يعني موقف برضه من هنا للوهله الاولى برضه 3 بادئ على 3 بادئ و4 على 4 مختلفين. بس انت دلوقتي مسيطر على الفايل ده. طب انت دلوقتي كاسود، ايه اول فكره هتيجي في بالك؟ ان انت عايز تجيب الرخ دي هنا على الايه؟ فايل. طب يبقى انت تعمل ايه؟ تكتم على نفسه. بس كده خلاص. دلوقتي جيت لك هنا، خلاص الكود ده بقى بتاعي. تعرف تعمل اي حاجه مع افضليه واحد وشويه، بسبب ان انا ايه سيطرت على عمود الصوره كامله. هو بقى سواء ايا كان طلع هنا مثلا، قلت له ارجع تاني خلاص. بس كده هنبتدي بقى نطور واحده واحده واحنا يعرف يحط اي حاجه في وشنا. ابسط حاجه هيخسر فرق. طيب تعالوا نشوف اللي بعده. هنا برضو عدد البادئ زي بعض.
شايف ان انا 3 على 4 وهنا 4 عامل كمان ما يقدرش يزق لان يخسر البدأ. فالبدأ ده متاخر ومش هيعرف يزق في اي حال من الاحوال. طيب الفيل ده بص ملوش اي مكان باصص لحيطان يعني سوري يعني هنا حيطان مش عارف يجي هو كده كده في الاسود. الفكره الرئيسيه هنا ان انت تعدل ده. طب تعدله فين؟ هنا او هنا. هو هنا طبعا افضل لان انت هنا هو كده كده مش هينفع يضرب. اولا الابيض مش هينفع تختاره في الفيل. مفيش بدا يتزق عليه. فالدنيا هنا انا شايفها كويسه. هو هنا طبعا الكمبيوتر جايب لك ان في هنا بص ما بيعملش حاجه هو مش اي حاجه يعملها. جيت هنا ايه طالع كده بس وانت عمال تطور نفسك والافضليه هتزيد واحده واحده. أوكي؟ هو جه هنا طبعا هو هنا بيقول لك كسر بس خلاص. طب مسمر الحصان. مسمر الحصان مسمره ماشي وهو تحس ان هو بيلعب مع نفسه. واحده واحده بقى هتتطور وهتعيش حياتك. طيب هنا ده جزء من ماتش كده. هو لاعب بدا ايه لاعب سيسيليان. تمام. دي اللي اسمها سمورا جامبت يعني قالوا كده اكيد عارفين سمورا يعني. طبعا هنا اكسبتد هو جايب لك يعني خطا بسيط كده في الافتتاح. هو زق كل كل ماشي وهنا الغلطه مات في اتنين. هو طلع يحمل فورك هنا خلاص وهيلبس كش يرجع تاني كش مات. يعني هو بص لحد من يعني انا لما بلعب ساعات ما برضاش اخد جنبت اصلا بحيث ان انا حافظ اللاينات بالظبط عشان ابقى ايه ما تاخد اللي هتاخد البدع بس هتتروق فعلى ايه. طيب تعال نشوف الشابتر اللي بعده. هنا احنا دلوقتي عايزين نشوف هو اللي انا فاكره ان كان عكس صح. تيبل بورد كده. تيبل بورد. طيب دلوقتي هو مهدد ايه الابيض؟ مهدد ان هو يجي هنا لو انا لعبت اي نقله. طب المجيه هنا دي تبقى طالب فورك ما بين الوزير والطبي. طيب انت ممكن تحميها بكذا طريقه. طبعا هو جايب لك في الكتاب ان انت اوعى تحميها بالكينج لان دي هتبقى غلط. هياكل ماشي وهيرجع هنا خالص طب منك قطعه. فالدنيا قال لك لا في الايه في الملك. خلاص. ايه افضل نقله هنا؟ تيجي كده بالوزير. طيب انت متهدد ايه؟ بص يا سيدي هو لو كل تاكل 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 تمام يرجع كده تاكل الرخ وتجوز. ده من احد التفريعات. خلاص. طيب واحده واحده. حاجه ان انت طيب قلنا لو الرخ دي تمام طيب في نقله تاني. نقله تاني لو هو كلب. هو كلب ده. ده بقى احنا ماشي. حضرتك هتاكل بتنبع على الوزير. هيجي كده. ماشي. خلاص. وهناكل ده. المهم يعني هيبقى في شويه حبشتك. بس هو في لاين معين. اول حاجه لا لا هو ده كويس. حلو في بقى النقله ان انت هتكسر هنا وفي ان هو يلعب دي زياده في دي احنا عايزين دي. هو هنا حمى بالزياده. طيب هو هنا انا هاكل. طبعا لو كلب الوزير يعوج ولا واكل له هنا طابورين عيش. خلاص ونهفن وننجوي معاك افضليه. طيب حلو طب لو ما كلش بالوزير الكلب ده هاكل. تمام. طب ما هو اكل بالوزير سيب لي بيتك. خلاص. طيب هياكل كده خلاص انا ابتدي اضغط بقى عليه. طيب دول كده اول 10 اجزام. 11 اه تجربه رقم 11 هنا دي اسود اتاخر شويه ما بيتش في نص الرقعه. فلو تعرف تفتح كويسه جدا يعني. هاكل. عايز ايه؟ وزير ورخ اجباري ياكل. صح مات في ثلاثه ايش. يجي هنا ايش. يجي هنا خد مات. موضوع بسيط خالص. تمام فساعات بيبقى لو الملك في رقعه احسن ان انت تفتح الرقعه
لان هو مش هيلاحق على لو هتضحي بكده. طيب احنا عشان الفيديو مش طويل، لو عجبك الفكره وفي استفاده ممكن تكتب لي في التعليقات، وممكن نكمل ايه الكتاب ده سوا واحده واحده كده، نشرح. كده شرحنا اول 11، هو كتير على فيديوهات كده برضه ما نطولش في الفيديو علشان فيديو لذيذ وخفيف عليك وتبقى الدنيا كويسه. لو عجبك المحتوى طبعا لايك وسبسكرايب، وسيب لي كومنت كده لذيذ. ولو تابع محتوانا على التيك توك، وبنطلع لايفات ساعات نلعب مع بعض، نسمع بعض، نشوف. يلا اشوفكم في فيديو تاني. سلام.